ازيكم عاملين ايه؟ الكنافة من الحاجات الأساسية في رمضان بمسميات بقى مختلفة، سواء أشطوطة، سواء كنافة بالكريمة بالشوكولاتة سادة. بتتعمل بطرق كتير جدا، بس الإجماع ان احنا بنعشق الكنافة ودي حاجة أساسية في رمضان. يلا بقى نعمل كنافة بالقشطة الكدابة بطريقة سهلة واقتصادية، لان طبعا القشطة الأصلية غالية، فهنعمل البديل بتاعها. وعايزة اقولك طعمها حلو قوي خصوصا لما تبرد. بس قبل ما نبدأ متنسيش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعموني. عايزين نوصل ل1000 مشترك خلال رمضان ان شاء الله. واول حاجة هنبدأ بيها هي الشربات، عشان لازم يبقى بارد لما الكنافة تطلع. اول حاجة معانا كوبايتين من السكر. الكوباية دي انا هعاير بيها كل حاجة. كوبايتين من السكر، عليها كوباية ونص من المية، هحطها على النار. النار اللي هي الهادية اللي عندك الصغيرة، واسيبها 5 دقايق تغلي. وبعد ال5 دقايق ما تغلي وتحسبي الوقت بتاعها من بداية الغليان، تجهزي نص ليمونة وهقولك هتعصريها امتى. هحطها بقى على النار واسيبها مع نفسها في ال5 دقايق ونكون حاسبين الوقت. نيجي بقى نعمل القشطة الكدابة اللي احنا هنعملها دي، وعايزة اقولك حلوة قوي وتنفع الحلويات كلها. اول حاجة معانا كوباية ونص من اللبن. انا هحط عليها 3 معالق كبار من النشا وهدوبهم على البارد. مهم ان انت تدوبيهم على البارد، ما تسيبهاش لما تسخن عشان ما تكلكعش معاكي وما تعرفيش تقلبيها. هنقلبهم بقى كويس قوي مع بعض، كويس جدا. ندوب النشا مع اللبن. انا مولعه نار بس مهديها جدا عشان اقلبهم على البارد كده مع نفسهم، وبعد كده ابدا اعلي النار. وعايزه بقى تحطي عليهم نص معلقه من الزبده، ماشي، مش عايزه براحتك. وبعد كده هحط باكت من الفانيلا، لو عندك السايله حطي نقطه منها، ما تكتريش منها عشان طعمها ما يبقاش باين قوي ويضايقك كده في الاكل. ونفضل نقلب فيها كويس كتير بقى لحد ما نخلص، عشان خاطر لما تيجي تتقل ما تتكلكعش ولا يحصل حاجه، تفضلي تقلبي فيها وايدك فيها. ولما تغلي كتير والقوام تلاقيه تقل كده وبقى حلو، اطفي عليها وسيبيها لحد ما تبرد بقى مع نفسها، على ما نيجي بقى ونجهز الكنافه اللي معانا. ده قوام شكلها بقى بعد ما تقلت. بصوا شكلها بيبقى عامل كده. هطفي عليها بقى واسيبها مع نفسها. والشربات معانا بعد ما غلي 5 دقايق، جبت نص ليمونه عصرتها عليه. لو تلاحظوا بصوا اللون اتغير ازاي. بعد ما بعصر نص الليمونه بسيبه على النار يغلي غلوتين بالظبط، وبطفي عليه وبسيبه برضو بركن. وبعد كده بقى نيجي للمكون الاساسي وهي الكنافه. انا حطاها في الفريزر، طلعتها عشان تبقى سهله معايا في الفك. فركتها بايدي كده كويس قوي قوي، قعدت اقطع فيها كده. عندك مفرمه حطيه فيها وتتعمل معاكي بسهوله. هحط بقى عليها نص كوبايه من السمنه السايحه، هقلبهم كويس قوي مع بعض. وبعد ما اقلبهم كويس مع بعض هجيب صينيه احط فيها سمنه حلوه كده كتير عشان ما تلزقش مننا ولا تتحرق، وافرش فيها اول طبق او احط فيها حبه كنافه كده حلوه، وارفع من الجناب. ارفع الكنافه من الجناب عشان خاطر القشطه ما تسيحش وتتحرق. واحط الكنافه كده بالنص في النص، وما اقربهاش من الحرف عشان ما تتحرقش وتسيح. والطبقه التانية هنزل بقى بيها بالراحه كده على الوش واوزعها كده من فوق. ما تغطش جامد عليها عشان خاطر القشطه ما تطلعش عليها. وبعد ما اجيب الفرشه احط عليها السمنه اوزعه كده من فوق، بالفرشه همشي في الجناب كده عشان انزل الكنافه، وكمان تاخد السمنه عشان ما تطلعش معانا ناشفه. هحطها في الفرن او على البوتاجاز من فوق لحد ما تاخد اللون الحلو من تحت ومن فوق كده، ويبقى لونها حلو. وهطلعها واسقيها على طول بالشربات اللي معانا البارد. هسقيها بقى على حسب هي محتاجه شربات قد ايه او الصينيه اللي انت تعملي فيها. وبعد كده عايزه اقولك حلوه قوي وهتعجبك. وده شكلها بعد ما بردت شويه. عايزه اقولك لما تسيبيها تبرد خالص القشطه كمان هتمسك اكتر وطعمها هيبقى حلو قوي. جربيها بجد هتعجبك وهتعجب الاولاد. وحلوه قوي ما تاخدش وقت معانا، سواء هتعملها في الفرن او من فوق. بس ما تنسيش بقى بما انك وصلتي لهنا، ما تنسيش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ولايك وكومنت عشان تدعميني. عايزين نوصل ل1000 مشترك خلال رمضان ان شاء الله. وهتنوروني في الصفحة، واتمنى يعجبكم الفيديو. واستنوني في وصفات تانية كتير، واللي عايز حاجة يقدر يكتبلي في الكومنتات وان شاء الله نعملها في اقرب وقت. باي باي.